لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة، ومن ينابيعها تروي ظمأ القلوب. تقول أحلام مستغاني: لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا فهو عطر الوطن، وكذلك المغرب له عطر يعلق في الذاكرة ويشمم من مسافة 1000 وطن. المغرب في هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم في مواجهة بلجيكا يسعى بكل تأكيد للوصول إلى الدور القادم، ويعلم تماما بأن بوابة العبور تكمن في مواجهة المنتخب البلجيكي، ويدرك أيضا بأن لقاء اليوم يجب أن لا يقل أبدا عما كانت عليه الأمور في المواجهات الماضية أمام المنتخب الكندي. كرة بمحاولة أولى لكن أيضا سهلة تصل عند حارس المرمى تيبو كورتوا. اليوم يظهر في مواجهة المنتخب المغربي ثاني جدا، وبعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن كبير بالنسبة لألدرفايلد كأكثر لاعب تاريخي في المرحلة المقبلة، وثلاث نقاط تقربه من إنجاز عام 86 الذي فات المقدمة كيفن دي بروين وإيدن هازارد ويوسف نصيري الذي يبدأ أساسيا. وبالمناسبة الكرة بمحاولة ملعوبة، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يخرج عملية للاعبين المنتخب البلجيكي في مباراة اليومية مباراة. والكرة بعد ذلك هي موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء وابعدت لله، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية بعد ذلك، لكن ابعدت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركنتسل يلعب مباراة دولية رقم 109 وبداية أحداث اللقاء أمامية ملعوبة، لكن 18 في روسيا، ويستمر أيضا بالكثير يلعب لنادي الوحدة. كرة بمحاولة لكن أيضا صافرة موجودة من حكم المباراة سيزر راموس. خط هازار يتركها الى كيفن دي بروي، محاوله ملعوبه داخل ملعوبه عن طريق تورغن هازار، راسيه وابعاد في جهه ملعب المواجهه. الله على الحضور او المتفرج في استاد لوسيل. كره بتسديده اصطدمت تحولت الى خارج ارضيه الملعب. ركنيه 0 في المباراة الأولى أمام منتخب بولندا، كأس العالم اللي فتح عيون العالم على رمي خارج مباريات الدور الثاني بحضور محمدي. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من باتشواية، لكن كرة على اليسار سيتي، وهنالك آفية بالخطر. عسر يا شباب، كرة بتسديدة في أحضان حارس. نتمنى بأن يظهر المنتخب المغربي بأداء أفضل والمرور. مر سفيان لا زالت مستمرة، يسقط في أرضية الميدان. صافرة موجود مثلت المنتخب المغربي وكانت أيقونة. عادت من جديد، تسديدة تأتي من مسافة. حلوة هازارد عادت مرة أخرى، وصلت أمامه هنا من خلال أحداث هذا اللقاء. حضرت بشكل جميل جدا في مباراة كرواتيا وأعلنت ملعوبة داخل منطقة الجزاء. مرة طالت خلال مباراة اليوم وفي أحداث هذا اللقاء. كرة أمام الحكم الدولي المكسيكي أمامي أعتقد فيها راية. نعم لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة تأتي والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان، إذا هذا الخطأ يا بوفال. عندهم مشاكل الآن. الهربة والانسداد يا حكم دي برويني، حذري من دي برويني. يلعبها داخل منطقة الجزاء. منير لأشرف حكيمي كان قريبا فيها من الانطلاقة والمرور. الرابط يبحث عن التقدم. صافرة موجودة بلجيكا. محاولة ملعوبة أمامية طالت على باتشواي في هذا اللقاء. كرة في الجهة اليسرى مغربية. 11 مباراة دولية لنور الدين ديفيد. محاولة تأتي ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت لمصلحة المنتخب المغربي على المغرب انتصارا على حساب المنتخب البلجيكي. أمامية واللاعب الذي فاز مع المغرب ببطولة كأس رزياش. مرر يا زياش. محاولة لمصلحة المنتخب المغربي، ملعوبة جول. الحكم اتخذ قراره. منافسات بطولة كأس العالم وفي هذه وتداخله مع حارس المرمى. وجود التسلل. الكرة لمحاولة ملعوبة لكن برافو. وصلت إلى حكم زياش يسدد، لكن في أحضان حارس المرمى تيبو كورتوا. مباراتي والتي انتهت بمصلحة العنابي برباعية كندا التي ستواجه بعد نهاية هذا إلى
المنتخب المغربي الآن محاولة تقدم مر بالشكل مثالي جدا وسدد. الله 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 على منير، قمر ينير على أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني. وأمام أشرف حكيمي كرة بمحاولة رأسية لكن بعيد عن طريق تورغن هازارد، لكن بعد ذلك البرتغال وانضمت إليه السعودية. كرة بمحاولة المنتخب البلجيكي خطيرة في الجهة اليمنى عرضية. الله يبحث عن التقدم لاعب ليستر سيتي، بينما المنتخب المغربي لا زال ينتظر إجراء أول قائمة لمصلحة المنتخب المغربي. تسديدة من هذا المكان بعيدة وضعيفة من نصير مزراوي. مرة ولا خطيرة داخل منطقة الجزاء، لا زالت متصلة إلى الصيري لا 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 كيمي إلى كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا تعود من جديد أمامية ملعوبة، لكن أيضا مرة أخرى المغربي مرور بالشكل مثالي عرضية في المنتخب الفرنسي. كرة بمحاولة إبعاد في التوتار إلى البديل تيليمانس، ميرتنز يسدد. الله 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 يا محمدي الله. لا زالت مستمرة باتشواييه يسدد لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة لكن بعيدة ماضية، ويستمر أيضا في هذه النسخة. يستعد الآن كرة بمحاولة ملعوبة، لكن أيضا كرة بمحاولة مغربية ملعوبة مباشرة. جول جول جول. هذه المرة أسود الأطلس تزهر. دي بروين أمامية داخل منطقة الجزاء عن التقدم والمرور، لكن أيضا يا سلام الملعب. استنفذت المغرب كل تبديلاتها الخمسة المتاحة من خلال اللاعبين في أرضية الملعب. ينتظر دخول من أحداث في هذه المواجهة. كرة عرضية اصطدمت تحت كرة ملعوبة داخل المنطقة راسية، مرت مصلحة المنتخب المغربي. إبعاد الكرة والمحاولة الثاني مغربية من أجل الثاني مغربية داخل منطقة الجزاء. خطيرة جدا لا 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 للتاريخ